السلام عليكم. نتكلم بقى عن الماتش الاهلي والبنك الاهلي، وبص كده يعني هلخص لك الموضوع سريع سريع كده وركز معايا علشان في 3 4 كلمات مهمين جدا لازم انت كمشجع اهلاوي وكجمهور اهلاوي تعرفهم. يلا بينا. مبدئيا كده الاهلي بيلعب البنك الاهلي وهو خسران الماتش اللي قبله من بيراميدز 3-1. يعني ان النادي الاهلي ما بيلعبش فرقه ان هي بقى اخر ماتش مكسره الدنيا والكلام ده، لا خسرانه 3-1 من بيراميدز، يعني فرقه ان هي بتخسر عادي. لكن اي فرقه بتيجي ضد الاهلي والزمالك فان هي بقى لازم تعمل ان هوبا طخ، ان احنا لازم نعمل اداء جيد قوي علشان هو الصيت كله في مباراه النادي الاهلي والزمالك، لان الجزء الانديه دول لهم جمهور كبير جدا في مصر. هنيجي بقى نركز في كام نقطه كده في لعيبه النادي الاهلي. عندك مصطفى شوبير، يعني الراجل لولا هو كان زمان النادي الاهلي خسر النهارده، كان زمان النادي الاهلي خسر قدام البنك الاهلي لولا الحارس المتالق مصطفى شوبير. طيب مصطفى شوبير متالق وماشي كويس، وحراسه المرمى لازم يبقى فيها الثبات. هل انت كمدير فني يا عم كولر تقدر تخلي مصطفى شوبير يفضل متالق ويفضل موجود مع الفريق بشكل اساسي، ولا لما الشناوي يرجع هتقعد شوبير ونرجع بقى ريما لعادتها القديمه؟ فلازم مصطفى شوبير ياخد فرصته لحد ما مستواه يقع، ولحد ما نتكلم ونقول يا جماعه خلاص ندي فرصه للشناوي، لان الحارس بيبقى مستني فرصه ان هو يلعب اساسي. نتكلم بقى في النقطه الاهم، هل النادي الاهلي مغير التشكيل وبيلعب بتشكيل احتياطي علشان يخسر؟ هقول لك لا. هقول لك خط الدفاع هو وخط النص كوكا كده كده موجود في الليله وبيلعب، وعندك خط الهجوم موجود بيرسي تاو. راجل انت يعني لو هنتكلم على بيرسي تاو هنحط علامه استفهام مش على بيرسي تاو، هنحط علامه استفهام على مين؟ على عم كولر. ليه يا عم كولر؟ إيه، عندك بيرسي تاو راجل محترف، راجل اجنبي، المفروض انت راجل بتعلم من مستواه مش بتقلل من مستواه. الراجل انت كل ماتش بتديله دقيقتين، كل ماتش بتديله دقيقه. ما الطبيعي انت راجل بتبقى فيه ماتشات كسبان فيها وبتيجي تدي للراجل دقيقه، وبتدي للراجل 5 دقايق و10 دقايق. فيها ايه لما كنت مثلا تجهز الراجل معاك كل ماتش تديله بالنص ساعه علشان لما تيجي تحتاجه في ماتش زي ده تلاقيه؟ او بمعنى اصح انت بتفطسه وبتقول له يلا يا بيرسيتاو. انا كان معايا حق في اول السنه لما الاداره جت قالت بيرسيتاو يقعد، وانا يا عم كولر اللي عامل مش عارف ايه بقول له يلا امشي، والاداره اللي قعدته. فانا عايز اثبت للاداره ان انا كان معايا حق، عشان كده خليت بيرسيتاو على علامه استفهام. واحده واحده كده بقيت تديله دقيقه، في دقيقتين، في ما يلعبش خالص، في يجي الطبيعي ان مستواه بينزل، رتم الماتشات عنده نزل. فالسبب مش بيرسيتاو. كهربا بقى اللي بيضيع فرص سهله، كهربا لازم يركز جدا جدا على المرمى. سيبك بقى انت من كل ده. الاخ محمد رمضان قبل المباراه رايح يغرم محمود كهربا. احنا داخلين على ماتش ولا داخلين على تغريمات يا عم محمد يا رمضان؟ يا عم محمد يا رمضان يا كابتن، بعد اذنك بعد اذنك لو سمحت، عايزين بقى يعني نقعد شهر كده من غير ما نقول ايه اصل محمد رمضان غرم مش عارف مين مليون جنيه، اصل محمد رمضان غرم واحد علشان ستوري، اصل محمد رمضان غرم كهربا قبل المباراه. عايزين اسم محمد رمضان يهدى شويه كده بقى، يعني يهدى كده، يبقى في حب كده بينك وبين اللعيبه، يبقى في واجباتك والتزاماتك مع اللعيبه قبل ما يحصل حدوث المشكله. نيجي بقى للبنك الاهلي. البنك الاهلي راح فرصتين 3 كان يخلص فيهم الماتش. ونيجي للمتالق محمد ابراهيم اللي عامل اداء عالمي بامانه. الراجل ده مظلوم اعلاميا اللاعب محمد ابراهيم. وعندك حسين الشحات له كوره كان يخلص بيها الماتش، وبرده تاو انور ليه كوره برده كان يخلص بيها الماتش. الماتش ما كانش مقفول يا عم الحاج، علشان اللي بيتفرج على الماتش ما يجيش يقول لك اصل الماتش كان مقفول قصاد البنك الاهلي واحنا مش عارف ايه. الاهلي راح فرص والبنك الاهلي راح فرص اخطر. يبقى العيب بقى هنا فين؟ العيب هنا لو هنتكلم عن الكابتن طارق مصطفى بتاع المدير الفني للبنك الاهلي، لا راجل محترم، راجل برنس، راجل بيعرف يدير الماتش في الماتشات الكبيره وعارف ازاي يوصل للجون. وفعلا البنك الاهلي الشوط الاولاني وصل للجون اكتر من مره وكان مهدد دفاع الاهلي وشباك النادي الاهلي لولا الحارس مصطفى شوبير. النادي الاهلي كان بيوصل بصعوبه، يعني حتى الفرص اللي كان بيوصلها كنت بتيجي تبص تلاقي كتله دفاعيه في البنك الاهلي رغم ان البنك الاهلي بيهاجم. ما تنساش المتابعه واللايك والشير. سلام.